السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة الفيديو مختلف عن اي فيديو خالص. الفيديو النهاردة هقول لكم عن ربح القناة. انا عاملة القناة يعني من اكتر تقريبا من 3 سنين، يعني بقالي كتير عاملة القناة. اهتميت بالقناة شوية بعد ما فتحتها يمكن بسنة، واتفعلت الحمد لله القناة بسرعة. وبعد كده بدأ موضوع الربح من القناة، ان انا بعمل الفيديوهات اللي انا بعملها كلها بينزل عليها اعلانات وبيطلع ربح من القناة. انا في البداية قلت لكم ان القناة دي عاملاها صدقة جارية على روح بابا الله يرحمه، وليا انا كمان بعد مماتي ان شاء الله. الربح من القناة كان برضو معمول ان انا اخد الربح وهطلعه برضو صدقة جارية. الربح ده من القناة، بس عايزة افهمكم ان الربح ده مش ليا لوحدي، الربح ده انتم ليكم يد فيه، لان كل اللي اتفرج على القناة وكل اللي كان بيشوف الفيديوهات بتاعتي واستفاد منها او ما استفادش منها او حتى استفاد بجزء بسيط منها، انا ربنا يعلم ان انا كل حاجة كنت بقولها ما كنتش بسيب اي حاجة. حاولت على قد ما اقدر ان انا الم لكم كل اسئلتكم، يعني اي فيديو كنت بنزله كان بيبقى يعني في حد سألني عليه، في حد سألني الطقم ده بيتعمل ازاي، في حد سألني المفرد ده بيتعمل ازاي. كل حاجة قلتها كنت بتسأل عليها في الأول، وكنت بصور فيديوهات وابعتها لهم على الجروبات عندي. فلقيت ان القناة اسهل ان تبقى مرجع لأي حد وتبقى اكتر انتشار من الجروب. يعني الجروبات بيبقى العدد بتاعها قليل، انما القناة بيبقى العدد بتاعها مفتوح. فحاولت على قد ما اقدر ان انا اوصل لكم كل حاجة انا اعرفها، ما بخلتش على اي حد بمعلومة. اي حد دخل لي على الخاص، اي حد كلمني على التليفون، اي حد دخل لي على الواتس، كله كنت برد عليه. ممكن ما ردش في نفس الوقت، بس بعد كده برد على قد امكانياتي، على قد وقتي. حتى الفيديوهات اللي كنت بعملها في الأطقم الجاهزة برضو كلها الحمد لله، الوحش منها الأطقم الوحشة منها أو المقاس اللي ما بيبقاش مكتوب هو على البوستر بتاعه ما كنتش بنزله. يعني بعد ما بصور الفيديو وكل حاجة بقوم مسحة الفيديو ما نزلهوش. حاولت على قد ما اقدر ان انا انزل لكم كل حاجة كويسة، كل حاجة مظبوطة. الفيديو اللي انتوا شايفينه ده فلوس الربح بتاعت القناة. انا خدت فلوس الربح بتاعت القناة، قعدت افكر اعمل بيها ايه. اوديها، اجيب مكنة لحد يشتغل بيها، اجيب ادوات بتاعت الخياطة، دواسات، اي حاجة من الحاجات دي حد يشتغل بيها. لحد لما قابلتني دار زهرة مصر. دي دار بترعى كبار السن اللي هم ما لهمش مأوى في الشارع، اللي بتشوفوهم مرميين في الشارع، مرميين في الزبالة، فبياخدوهم وبيعيشوهم حياة كريمة كده في دار، وبينيموهم على سرير نظيف وبيأكلوهم أكل نظيف. فالصراحة أنا متابعاهم من فترة، وفكرت ان انا اشارك بفلوس القناة في الحاجات دي. طبعا الحاجات دي هي فلوس القناة مش غطت كل الحاجات دي كلها. هي الفلوس القناة كانت $100. $100 يعني بالمصري تقريبا 2500، اقل كمان من 2500. كملنا عليهم والحمد لله، ودينا لهم كل الدفايات اللي هم عايزينها. انا بقول لكم كده ليه؟ انا عمري في حياتي ما بعمل اي حاجة طالعة مني لله وبقولها ابدا. حتى لو حد طلب مني حاجة بقول له ما تقولش ان انا مثلا عملت كذا، بس دي مش بتاعتي لوحدي، دي انتم ليكم يد فيها. يعني انتم لولا ان انتم بتتفرجوا على الفيديوهات ما كنتش ربحت، وبعد ربنا بسببكم انتم انا اخدت الربح. فدي تعتبر انتم مشاركين فيها، انتوا مشاركين في الحاجات كلها اللي انا جبتها دي للدار. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم وميزان حسناتي وميزان حسنات بابا وميزان حسنات ماما وكل اللي شغالين معايا في المشغل، أبلة ناهد ونعمة ودنيا كله، عشان بس ما انساش حد. كل اللي شارك في اي تصوير كنت بصوره ربنا يجازيه خير ويبارك فيه ويجعلها صدقة جارية لينا كلنا.
الفيديوهات بتاعتي كلها اللي انا بنزلها على القناة عشان ما تتهوش مني، انا عامله لها في حاجة اسمها في القناة قوائم التشغيل. قوائم التشغيل دي فيها كل حاجة خاصة بالفيديوهات يعني بتاعتي. مثلا لو حاجة عن يعني الملاية بأستك متنظمة عاملة أكتر. فايل لوحده بخصوص الملاية بأستك، هتلاقوا مجمعة كل الفيديوهات اللي خاصة بيه. حاجة مثلا خاصة بالخداديات عاملة لها مكان لوحده، فلما تدخلوا على قوائم التشغيل في القناة بتلاقوا كل حاجة منظمة لوحدها. حتى الأطقم الجاهزة عاملة لها برضو مكان لوحده، بحيث تدوسي عليها تلاقي كل الحاجات الشغل الجاهز اللي احنا مش بنجيبه من عندنا، لا بيكون مصانع تانية جايبين منها، بس واثقين في الشغل بتاعه وفتحناه وشفناه ان هو كويس. اللي هي في الفيديو دي صاحبة الدار، دي دكتورة سمر نديم. شوفوا هي اللي بتفرش بنفسها الدفايات، وانا متابعاها على الدار. تغسل المواعين معاهم، كل حاجة بتعملها بايديها معاهم. دايما بتصور لايف على الفيس بالشغل بالحاجه اللي بتعملها كلها. اللي اي حد بيبعت لها حاجه بتصور بيه فيديو، بتقول ان فلان بعت وكذا، احنا محتاجين كذا. انا لما سالتها قالت لي محتاجين دفايات وفوط وسجاجيد. انا بعت الدفايات وبعت الفوط، بس الفوط بعتها مع ارجنت لحد امبارح ولا اول امبارح، لسه ما وصلتش. كنت بعتها قبل الدفايات في حد من عندهم جه خدها من المشغل عندنا. طبعا الدار لو كتبتوا عنها على الفيس ظهرت مصر هتطلع لكم الدار. فمش صعب يعني ان انتوا توصلوا لها. لو حد عايز يساهم من الدار على طول يساهم. شوفوا الاول الفيديوهات بتاعتها، هتلاقوها بتنزل للحالة في الشارع وبتاخدها وبتعيشها حياة كويسة. يا رب يعافينا كلنا ويبارك لنا في صحتنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي أمهاتنا وربنا يرحم والدي، وربنا يرحم كل الأبهات، وربنا يخلي لكل واحدة باباها لسه عايش يخليه لها ويبارك فيه. حبيت بس اشارككم الفرحه دي، وحبيت اوريكم ان انا لما قلت لكم ان القناه دي صدقه جاريه، فعلا هي صدقه جاريه على روح بابا الله يرحمه. وان هي الفلوس، اي فلوس هتيجي منها برضو هوريكم جبنا بيها ايه، لان دي مش بتاعتي لوحدي، دي بتاعتنا كلنا. هسيبكم بقى الفيديو اللي هي بتفرش فيه الدفايات وبتدعي لكم كمان دعوة حلوة هتتفرجوا عليه. هسيبها لكم بقى بصوتها هي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى الدفايات القمر دي اللي جات لنا امبارح، ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا لصاحبتها، ربنا يجعله في ميزان حسناتها يا رب العالمين. حاجه كده قمر، ربنا يكرمها يا رب ويفرح قلبها يا رب، ما شاء الله. وكمان ليها خداديه، بصوا شكلها عامله ازاي، شيك جدا، والخامه بتاعتها حلوه. حاجه كده جميله جميله جميله. شكرا لكل الناس الجميله اللي بتشارك معانا من قلبها وبتعمل بكلام ربنا وعايزه تجيب احلى حاجه في الدار. ربنا يبارك لهم يا رب. ايه القمر ده، ايه الجمال ده، ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه الجمال ده، بصوا بصوا الجمال، والخامه تحفه بجد. ربنا يكرمهم ويجازيها كل خير اللي بعتت الحاجات القمر دي، وربنا يطعمها من طعام الجنه يا رب. ربنا يكرمها يا رب، فرحتنا قوي والله.